ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن المقارنه اللي في العيشه بين في مصر والسعوديه. اكيد طبعا اخواتنا اللي في السعوديه عارفين اللي هم سواء السعوديين او سعوديات، يعني بنت السعوديه، والمصريين المغتربين يعني هناك في السعوديه. الفرق ايه؟ انا هقول لكم، انا عشت فتره هناك، والبلد دي انا حبيتها جدا وبحبها جدا. وبلد اهلها بصراحه شعب كريم وشعب طيب وشعب محترم جدا. وانا بصراحة يعني بمن ليه كل الحب والتقدير. الشعب السعودي، الشعب السعودي شعب اخواتنا، وشعب طيب جدا ومحترم. وهقول لكم بقى الحاجات هناك في السعودية. اول حاجة هنمسك اللي بتهمنا كلنا: الاسعار. الميزة هناك السعودية ما فيش حاجة بتغلى، يعني انت ممكن تكوني بتدخلي تاكلي في مطعم، البيك بتاعك واخدة اي حاجة، اكل جاهز، فراخ مشوية، اكل اي حاجة، اللبس، الحاجات دي كلها لما بتروحي تاكلي او بتروحي تشتري الحاجات دي، على مدار كذا سنه بتلاقي الحاجات دي ما اتغيرتش، سعرها معليش، او لو عالي بسيط قوي وعلى مده طويله. هنا في مصر كل يوم هتلاقي الحاجه بتزيد، كل يوم. مش قادر اقول في اليوم، ممكن الصبح تبقى بحاجه وبالليل بسعر تاني. هناك لا، في ميزه بصراحه. هناك السعر، ما الحاجه ما فيش غلا، ما فيش حاجه، الحاجه ما بتغلاش، حاجه ممتازه جدا ونظيفه جدا وكويسه جدا، سواء اكل او لبس. وتلاقي الاسعار ثابته، ولو اتغيرت تتغير بنسبه بسيطه وبعد مده طويله، تلاقيها بعد فتره طويله مثلا وحاجه لا تذكر، ده اذا اتغيرت. فدي ميزه بصراحه، دي ميزه ممتازه طبعا. من اهل السعوديه من البلاد الاغنياء طبعا، احنا عارفين طبعا عملتها بالريال السعودي، وفيها انتاج وشغل، بلد غنية، فما بيرفعوش الاسعار، ما بيرفعوش الاسعار. فدي ميزة، ميزة كويسة جدا. الحاجة طبعا، ومصر طبعا احنا بنحبها، بلدنا الغالية على راسنا في فوق. بس بقول لكم يعني الميزات او المقارنات، ما بقولش ميزات وعيوب، بقول مقارنات. ممكن تدخل في ميزة او عيب، مش مشكلة عندي، بس انا بقول المقارنات او الفروق. بالنسبة للعادات والتقاليد بقى، مثلا هناك شرب القهوة السعودي الصفرا مع التمر تحفة. هنا لا، القهوة التركي. هناك لما يجوا يصبوا الشاي او المشروب، يشربوا لك الشاي مثلا، يصبوه ما يملوش الكوباية قوي. ليه؟ هنا في مصر لو عملت كده يقول لك انت بخيل، انت مش عايز اشرب. لا، هناك علشان اشرب تاني، عشان تشرب تاني وتالت. يحبوا الضيافة، يحبوا الضيافة. أهل السعودية لو بيشوفوني يقولوا بيحبوا الضيافة. آم، بالنسبة لللبس هناك متوفر جدا جدا، ومش غالي، مش غالي، وصناعة حلوة. الدهب طبعا، الدهب يعني الدهب غالي طبعا، الكل طبعا اكيد يعني، بس الدهب هناك متوفر كتير جدا. اللمعة فيه لمعة ما شفتهاش في مصر، عيار 24، اغلب معظمهم عيار 24. انا كنت جايبة معظمها عيار 24 بصراحة. وفي لمعة كده منورة كده، حاجة بتبرق كده، حاجة تحفة كده. دي برضو مزايا الدهب عندهم، ودايما تلاقي محلات الدهب كتير منتشرة. الخروجات هنا دايما احنا بنحب نخرج مثلا في الصيف بالذات على النيل، كافيهات على النيل، مركب على النيل، الكافيهات العادية، المولات كده. هناك السعودية طبعا الخروج، المولات مغلقة، المولات تشربوا حاجة كده. البنات، الحريم، بنات وستات. طبعا انا كنت في الايام اللي هناك من كام سنة كانت في النقاب، بلبس نقاب. دلوقتي ممكن تكون قلت شوية وما زالت موجودة، بس ما اعرفش بالظبط يعني. هناك يقولوا لي هل اتلغت خالص ولا لا. غير هنا مثلا محجبة، اللي مش محجبة عادي. يعني دي برضو دي عادات وتقاليد بتختلف. آم، هناك الميزة الشوارع فاضية، حرير، نظيفة، عربيات بتمشي بهدوء يعني بسرعة عادي. بس يعني ايه، مفيش بقى الزحمة بقى والحاجات دي خالص. الشوارع هادية جدا، مفيش زحمة نهائي 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 نهائي. هنا ممكن تقعد ساعة في الزحمة وفي الإشارة عشان توصل مثلا مشوار ساعة بالظبط. انت معاك ساعة عشان توصل مشوار مثلا، وتتأخر وتبقى نازل بدري وتتأخر بسبب ايه؟ الإشارة. تقول له وقفت في الإشارة والدنيا زحمة ومش عارف اجي.
فالناس بتنزل قبل ميعادها بكتير، سواء رايحة شغل أو رايحة مشوار أو رايحة حاجة مهمة عندها أو كده. هناك الشوارع فاضية وهدوء، في نظام درجة أولى يعني، من البلاد المتقدمة جدا، درجة أولى. برضو كنت اللهم صل على النبي كنت عاوزة أقول إيه، الأكلات هناك، الأكل اللي دايما كبسة لحمة، كبسة فراخ، دي تحفة، أنا بعشقها وبعملها هنا في مصر برضه. بعشقها، كبسة لحمة كبسة فراخ، كبسة لحمة كبسة فراخ. أو المندي طبعا كنا عارفين المندي بالرز البسمتي بالمكسرات وكده، على السيرفيس صينية مدورة طويلة السيرفيس، وتاكل المندي هناك. الكبسة لحم فراخ، المندي ده أكل أساسي، ويعني وتحفة تحفة 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 تحفة، لا مثيل ليه، ملوش مثيل، بعشق أصلا الأكل ده. العصاير هناك على طول، السوبر ماركت يعني بتروحوا لازم التلاجة بتملاها على طول عصاير. يعني هنا ممكن تجيب الفاكهة أكتر والبيبسي والحاجات دي، والعصاير مش كتير هنا في مصر، بتبقى أكتر الفاكهة والبيبسيهات والسيفن والفانتا والحاجات دي. هناك السعودية طبعا العصاير البيبسي كل حاجة موجودة، بس العصاير درجات كلها تلاقيها كلها مترصصة في السوبر ماركت، جميع أنواع العصاير، جميع أنواع العصاير بالطعم المختلف، كل جميع العصاير. يعني ممكن حلاوتها لأ، ممكن تروح البيت تاخد مثلا معاك 5 6 7 عصاير علب مختلفة، أنواع مختلفة. دي برضو هناك بيتميزوا بالحاجات دي في السوبر ماركتات وكده. بالنسبة للخضار بقى والفاكهة والحاجات دي طازة حلوة طبعا نضيفة، وهنا طبعا بنجيب الطازة ونضيفه في الهايبرات وفي الحاجات دي. ولو مثلا انت عارف، ما انتوا عارفين حد بتاع خضار او فاكهة كويس محترم هتتعاملوا معاه عادي، اكيد يعني كلنا عارفين كده. برضو السواقة، مؤخرا طبعا البنت والست في السعودية بقت تسوق زيها زي الراجل، بقوا يسوقوا دلوقتي عادي، ودي حاجة حلوة، شابوه شابوه الشعب السعودي، دي ميزة طبعا. كان الأول ما بيسوقوش، لكن مصر من زمان البنات والستات بيسوقوا من زمان أوي، من قديم الأزل بيسوقوا. لكن السعودية ما كانوش بيسوقوا، دلوقتي بقوا الستات محترفات سواقة، بقوا ولا أجدعها راجل يعني. برضه شاركوني، ولو أهل السعودية بيتفرجوا شاركوني، أنا بحبكم جدا، أنا عشت فيها أيام بعشقها 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 ولغاية دلوقتي، وعندي حاجات لغاية دلوقتي على فكرة، بس أنا عشان هعزل حاجتي متشالة في كراتين، فلسه بوضب وكده، فلسه اما اروح افتح وكده وبوريكم الحاجات اللي جايباها. والله عندي حاجات لغاية دلوقتي، وعندي برفانات لغاية دلوقتي، برفانات، وعندي لبس لغاية دلوقتي يعني. أنا بعشق هناك البرفانات كمان كتير جدا. التسوق لما تتسوقوا تجيبوا البرفانات بقى ايه بالشنط والميك اب والبرفانات بالشنط. البرفانات بالذات انا بعشق البرفانات في البيت في اي حته بعشقها، احب احط فيها في البيت كده رش كده، تبقى تحفه تحفه هناك، وبقى ريحتها ثابته، الريحه بتبقى ثابته. هنا عشان تجيبي ريحه ثابته لازم تكون غاليه وماركه عشان الريحه تثبت. البخور نسيت اقول لكم، البخور هناك تحفه 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 تحفه. البخور هناك المسك والعنبر والصندل وفي كذا حاجات كتير، وبخور ايه تخشوا البيت ايه، البخور المبخرة ايه، تحفة تحفة، الريحة كده نعنشة مفيش بعد كده. بخور السعودية لا يعلى عليه، ممتاز لا يعلى عليه. هنا في مصر فيه، هنا في مصر فيه، بس بيجيبوه من حالات معينة وحاجات معينة وكده، مش اي بخور اللي هو اي حاجة ده لا. لكن هناك على طول البخور بتاعهم معروف يعني. التوابل الكبسة السعودي تحطها على الأكل، التوابل كلها، في توابل كتير، وفي توابل يعني كوكتيل على بعض، يعني في بطعم الكبسة، في بطعم تحطها على الفراخ الكبسة، على اللحم الكبسة، في على الأكل العادي بهارات تانية معينة بتعمل ريحة وطعم تحفة تحفة. يعني الشقة كلها تتقلب ممكن، والعمارة كلها تتقلب من ريحة الأكل والطعم بقى، ما أقولكمش عليه تحفة تحفة. طبعا السعودية بتتميز بالحاجات دي، مصر فيها التوابل، وفيها التوابل السعودي برضو نزلت، بس ممكن بعض الحاجات التكات ممكن ما تلاقيهاش، او تلاقيها في حاجات بسيطة او اماكن بسيطة اوي هنا في مصر، مش في كل الاماكن طبعا، مش في كل الاماكن. عند العطارين اللي هم ذو اسم قليلين قوي، مش اي عطار يبيع الحاجات دي كلها. لكن الكبسة السعودي ممكن تلاقيها عند اي عطار، دي عادي. لكن التوابل التانية اللي عندهم بقى اللي هي الطعم والريحة دي مش عند اي عطار هنا في مصر،
عطارين مخصوصين بقى حاجات معينة. طبعا اكيد شاركوني بارائكم، مصر والسعودية وكله، قولولي كلامي ايه ونتكلم كده وناخد اراء بعض وكده. بتحبوا ايه في السعودية وبتحبوا ايه في مصر، اللي هو راح البلدين كده. ولو الفيديو ده عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. يا ريت يا حبايبي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. السلام عليكم، باي باي.